فعلا مالديف مصر. النهارده هنروح رحله من الرحلات الممتعه جدا في مدينه الغردقه، وهي رحله جزيره اورنج باي. النهارده البرنامج مليان على الاخر وفي كذا وقفه، فيا ريت تتابعوا الفيديو لحد النهايه، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ده المكان اللي بتقلع فيه الشوز بتاعك اول ما تخش المركب، وبعد كده تبتدي تتحرك في المركب كله فوق او تحت، تتحرك من غير اي حاجه، من غير يعني شبشب او صندل او شوز اللي انت لابسه لازم تقلعه. وهنا ده الصالون، ده احنا في الدور الاول، لسه في دور تاني هروح افرجه لكم. واللي قدام ده اهو ده كده المطبخ، ده المطبخ اللي هيحضرنا فيه الغدا، ده المطبخ الخاص بالمركب. البار اللي انتوا شايفينه ده كل حاجه فيه فري، نسكافيه، شاي، لبن، كولا، سبرايت، ميه، كل الحاجات دي فري. ما عليك بس اللي انت بتيجي هنا وتعمل الحاجه اللي انت عايز تشربها لنفسك وخلاص. وطلعنا معاكم دلوقتي للدور التاني للمركب. ده شكل الدور التاني. المفروض طبعا اللي بيطلع الدور التاني للمركب ده اللي بيبقى عايز يعمل حمام شمس او كده بيطلع الدور التاني للمركب، زي ليلى ومالك اهم قدامكم بيتشمسوا في الدور التاني. اتحركنا والحمد لله، ودلوقتي احنا متجهين لاول وقفه سنوركلينج عشان نتفرج على الشعاب المرجانيه والاسماك. وخلال ما احنا ماشيين بالمركب صادفنا دولفين. وصلنا لاول وقفه سنوركلينج. زي ما انتم شايفين السمك متجمع بكميه كبيره جدا قدام المركب بتاعتنا، عشان خاطر هم حطوا اكل للسمك. شكل السمك وشكل الميه كل حاجه مشجعه ان الواحد يعوم. عشان كده دلوقتي هسيبكم وهنزل دلوقتي اعوم مع السمك ونتفرج على الشعاب المرجانيه، وبعد كده هنكمل رحلتنا. لسه في وقفه تانية سنوركلينج، بعد كده هنروح على جزيره الاورنج باي. بعد ما استمتعنا بالوقفة الأولى للسنوركلينج، دلوقتي احنا في طريقنا للوقفة التانية للسنوركلينج. خلصنا الوقفة التانية للسنوركلينج، ودلوقتي بناخد دش، والمفروض ان احنا نتغدى، وبعد كده هنطلع على جزيرة الاورنج باي. زي ما انتم شايفين ليلى طبعا مش عارفة تستحمى خالص، مش عارفة تجيب الدش عليها، بتحاول شمال يمين مفيش فايدة. ده الغدا بتاعنا زي ما انتم شايفين: رز، فراخ، كفتة، سمك، مكرونة، وثلاث انواع مختلفة من السلطات، وصينية بطاطس. طبعا المركب اللي احنا عليها ما ينفعش تودينا لغاية شط الجزيرة، فبتيجي الفلوكة دي وتودينا لحد الجزيرة. يلا يا شباب، يلا يا شباب، اقعد فين هنا؟ أمينة اليوم ثلاثة سجيس أمينة. وبالفعل اتحركنا، ودلوقتي متجهين على اللحظة اللي احنا مستنيينها، ان احنا نروح على جزيرة اورنج باي ونستمتع بجمال الجزيرة. احنا خلاص داخلين على الجزيرة، وهنقعد على الجزيرة حوالي ساعة ونص ساعتين. وعدونا على المركب ان في وقفة تانية بعد الجزيرة هتبقى مفاجأة هنشوفها مع بعض. حاجة فظيعة فعلا، مالديف مصر. بصوا المية عاملة ازاي.
ده شكل كده الجزيره من بره، طبعا قمه الجمال والروعه، خصوصا الكراسي اللي هم حاطينها في البحر دي. تخيل كده تقعد تاخد مشروبك وانت قاعد جوه الميه. بالنسبه طبعا لصور الانستجرام، في صور مشهوره جدا هنا بيعملوها اللي عايزين يصوروا صور جميله للانستجرام. في مرجحه جوه الميه هوريها لكم، طبعا هروح عندها اصور، والقلب اللي انتم شايفينه قدامكم ده لصور الانستجرام. احنا دلوقتي على جزيره الاورنج باي، زي ما انتم شايفين الميه على شمال وعلى يمين شكلها ايه، تشجع على العوم على طول. اورنج باي او ممكن نقول عليها مالديف مصر، حرفيا مالديف مصر. جزيره في منتهى الروعه ومنتهى الجمال. برشح لاي حد يزور الغردقه لازم يروح جزيره الاورنج باي. الجزيره طبعا هنا يا جماعه هي اصلا الجفتون، بس يعني الجفتون دي جزيره كبيره بس منقسمه للجفتون والجزيره اللي احنا فيها اورنج باي، بس المدخل مختلف وهم يعتبروا بعيدين عن بعض. يعني مثلا المركب بيعوم من هنا من عند الجفتون لحد ما يوصل لهنا يعوم حوالي 10 دقائق. الجزيره طبعا في منتهى الروعه، منتهى الجمال. الميه هنا حاجه كده يعني بص لحد ركبه ليله عندي 4 سنين، هي لحد فعليا لحد ركبتها. يعني لو معاك اطفال تطمن عليهم جدا، سيبهم يعوموا براحتهم، يخشوا عمق لحوالي 10 متر مشي انت عايز لك عشان تلاقي عمق، فامان جدا للاطفال. ومستوى النظافه بتاع الجزيره عجبني جدا، مرتبه نظيفه. احنا جينا مثلا الحاجات اللي انا قاعد عليها ديت زي ما انتم شايفين شازلونجات، لا شازلونجات ما عليهاش ذره تراب، فده يعتبر طبعا من الحاجات الجميله. اكيد يعني القائمين على الجزيره انا ما اعرفهمش بس بنشكرهم جدا على الحاجات اللي هم عاملينها هنا في الجزيره، لان هنا شايف مستوى النظافه لا عالي. انا جيت فعلا حرفيا ما فيش تراب. انا ممكن اروح اي حته ثانيه ممكن تلاقي تراب، حد قاعد قبليك بتاع ده حتى تراب، لا ما لقيتوش بصراحه على الشازلونجات. نظافه طبعا الحمامات، انا دخلت برضو الحمامات يعني وكده وشفت مستوى النظافه، لا مستوى النظافه عالي. مطاعم، بارات، كل حاجه موجوده. والجزيره نفسها جزيره جميله كطبيعه حلوه، هتستمتع وتقضي يوم جميل جدا. ارشح لكم كلكم تروحوا جزيره الاورنج باي. القلب ده للي عايز صور حلوه للانستجرام يجي هنا، والمرجحه اللي انتوا شايفينها دي، وفي مرجحه تانية في الميه هنروح دلوقتي نصور عندها اوريها لكم من قريب. وادي المرجحه اللي في الميه هنروح دلوقتي نصور عليها انا ومالك وليلى وامينه. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة 10. حلو الأغنية دي؟ واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. رجعنا من الجزيرة واحنا دلوقتي على المركب، والمفاجأة إن هم قالوا لنا عليها إن احنا لسه هنركب البنانا والكواتر. ليلى طبعا مصممة تركب معايا، مش عارف همسكها ازاي بس هحاول. ودلوقتي احنا في طريق عودتنا الى المرسى، ودي تبقى نهاية الرحلة بتاعتنا النهاردة ونهاية الفيديو بتاعنا النهاردة. لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لنا لايك، والى اللقاء في فيديو اخر.